مرحبا طلابي الأعزاء، طلاب السادس العلمي. رجعنا وياكم محاضرة مهمة جدا نختم بها موضوع العمليات على الأعداد المركبة. اليوم راح ناخذ شيء مختلف، شيء موجود بالوزاري، أسئلة أفكارها متنوعة نوعا ما تجي بالوزاري. إذا ضبطنا هذه المحاضرة راح نضبط موضوع العمليات بأكمله إن شاء الله. يلا وياي للأسئلة. أول سؤال إجا بال2004 الدور الأول. جد الصيغة العادية للعدد المركب 1 ناقص جذر 3 آي الكل تربيع ناقص 2 ناقص جذر 3 آي الكل تربيع. طلاب الأعزاء، هذه الأسئلة راح تكون هي ختام للموضوع ترتيب العمليات أو العفو العمليات على الأعداد المركبة. فراح تكون لكم مثل اللي راح يضمن 10 درجات على هذا الموضوع إذا ضبط هذه الأسئلة، إضافة اللي أخذناه بالدروس السابقة. نتوجه للسؤال مباشرة. قوس عادية تربيع، طريقة الحل مالته هي مثل ما تعلمنا باستخدام قانون مربع الحدانية. مربع الحد الأول 1 تربيع 1 ناقص 2 في الأول في الثاني، يعني 2 في 1 في جذر 3 آي، 2 جذر 3 آي، زائد دائما مربع الحد الثاني اللي هو جذر 3 تربيعة راح يكون 3 والآي تربيعة آي تربيع. الإشارة الوسطية تنزل. القوس الثاني كذلك هم مربع حداني للقوس عادية تربيع. مربع الاثنين 4، إشارة السؤال سالب، 2 في الأول في الثاني، 2 في 2 4 في جذر 3 آي راح تكون 4 جذر 3 آي، زائد دائما مربع الحد الثاني مربع الجذر 3 ومربع الآي راح يكون آي تربيع. هسه نجي نبسط السؤال. 1 كعدد حقيقي، هذا الآي تربيع مثل ما اتفقت أنا وياكم سابقا، وين ما نشوفه نحذفه ونغير الإشارة، فراح يكون ذاك العدد عدد حقيقي اللي هو -3 راح يصير. ف1 ناقص 3 راح يكون -2 ناقص 2 جذر 3 آي. هذا العدد الأول. السالب الوسطي هسه مو يهمه ينزل. كذلك هذا الآي تربيع يحذف ويغير لنا إشارة الرقم، راح يكون هذا الإشارة مالته سالب. 4 ناقص 3 راح يكون 1، هذا عدد حقيقي اتفقنا صار، وناقص 4 جذر 3 آي. أول شغلة فتحنا الأقواس مربع حدانية، بعدين بسطنا المقادير، حذفنا الآي تربيع وغيرنا إشارة الرقم، وجمعنا الحقيقي مع الحقيقي أو طرحنا حسب العملية. هسه احنا تعرفون انتم سابقا حلينا هيك نوع من الأسئلة ما عندنا طرح بين عددين مركبين، نحول الطرح إلى جمع بتوزيعها إلى القوس الثاني. راح نسويها حاليا. هسه القوس الأول ينزل، ما عندنا مشكلة وياه، -2 ناقص 2 جذر 3 آي. السالب راح يوزع على القوس الثاني هذا ويتغير إلى موجب، فهاي الإشارة راح تصير موجبة. أكمل السؤال. من أوزعه راح يكون هنا هذا موجب 1 يجي سالب راح يكون -1، سالب في سالب راح يكون موجب 4 جذر 3 آي. وزعنا الإشارة الوسط اللي هي سالب على القوس الثاني وحولناها إلى جمع حتى نجمع بصورة بسيطة وما نعاني من أي سؤال. مثل هذه الفكرة. هسه حقيقي مع حقيقي وتخيلي مع تخيلي. -2 وسالب 1 الإشارات متشابهة، هذا بهذا راح يكون الناتج -3. -2 جذر 3 آي زائد 4 جذر 3 آي. أول شيء هم متشابهين بالجذور، عندهم اثنيناتهم آي، نعم، فننزل جذر. طبعا الإشارة هي إشارة الأكبر لأن هذا موجب وهذا سالب، فالإشارة موجبة. الجذر 3 ينزل والآي ينزل، وعندي هنا 2 ب4، الكبير 4 فأطرحها من الاثنين راح تكون 2. أعيد. -2 ب-1 قيمتها -3، وعندنا -2 جذر 3 آي زائد 4 جذر 3 آي، إشارة الأكبر موجب نزلناها، والجذر 3 آي نزل، وطرحنا الأربعة من الاثنين لأن احنا بالجذور نجمع ونطرح معاملات فقط. فهو هسه طالب من عندي كصيغة عادية، هذه هي الصيغة العادية للسؤال مثل ما هو راد. انتهى. نروح للسؤال الآخر اللي هو اجى بال2000 الدور الأول. يقول ضع بالصيغة العادية عفوا
3 زائد 4 آي الكل تربيع زائد 5 ناقص 3 آي في 1 زائد آي. هذا القوس مربع حدانية، وذول الأقواس يوزع واحد على الآخر بكل بساطة. يساوي مربع الأول 9، إشارة السؤال موجب، 2 في الأول في الثاني 2 في 3 6، 6 في 4 راح تكون 24 والآي ينزل، زائد دائما مربع الأربعة 16 ومربع الآي راح يكون آي تربيع زائد. هسه أجي أوزع هذا القوس على القوس الثاني على كيفكم. 5 في 1 5، هم خلوها داخل القوس. 5 في موجب آي موجب 5 آي. كمل التوزيع الخمسة، أوزع السالب 3 آي. سالب 3 آي في 1 سالب 3 آي، سالب في موجب سالب 3 آي في آي راح يكون 3 آي تربيع. وزعت القوس الثاني على القوس اللي وراه. ذولا مثل ما اتفقنا قبل شوية، الآي تربيع يروح ويغير لنا الإشارة، فراح يصير 16 عدد حقيقي. 9 ناقص 16 إشارة الأكبر نطرح، راح تكون سالب 7 زائد 24 آي. بسطنا المقدار الأول. المقدار الثاني هذا أيضا آي تربيع، يحذف ويغير لنا هاي الإشارة يسويها موجب، فراح يصير كمقدار 5 زائد 3 8 و5 آي ناقص 3 آي موجب 2 آي، لأن إشارة الأكبر هي اللي تمشي. بعد ما بسطتهم هسه كعددين بالصيغة عادية، أجمع حقيقي مع حقيقي وتخيلي مع تخيلي. سالب 8 زائد سالب 7 زائد 8 إشارة الأكبر نطرح، راح يكون موجب 1. هذا مع هذا موجب 24 وموجب 2 موجب 26 والآي أنزلها وراه. خلاص انتهى السؤال. هذا هو كصيغة عادية مثل ما مطلوب من عندنا. هاي الأفكار الوزارية اللي جاي على هذا الموضوع أفكار حلوة وسهلة. نروح للسؤال اللي وراء اللي هو أجى بال2000 الدور الثاني. إذا كان هذا صيغته شوية مختلفة بس هو سهل. إذا كان x يساوي 2 زائد 3 i فارزة y يساوي 3 ناقص i، جت قيمة x تربيع زائد 2 y تربيع. هو منطيني قيمة الإكس منطيني قيمة الواي، مجرد ما أجي أعوضها بهاي الحدودية وأوجد الناتج مالتها. يلا الحل. الإكس هو قيمته 2 زائد 3 آي. هاي الإكس عليها تربيع أرجع لها التربيع، زائد ينزل 2 تنزل. الواي قيمتها 3 ناقص آي، هو منطيني إياها بالسؤال وعليها تربيع، فأخلي على القوس تربيع. صارت أقواس عليها تربيع، نجي نفتح كل قوس مربع حداني. مربع الاثنين 4، 2 في الأول في الثاني راح يكون 2 في 2 4 في 3 آي، 4 في 3 12 والآي ينزل. مربع الحد الأخير 3 تربيع 9 والآي تربيع آي تربيع. قبل لا أوزع الثنين ننتبه هذا هم عليه تربيع، فالثنين هسه ينزل. 3 تربيع راح يكون 9، إشارة السؤال سالب. 2 في الأول في الثاني 2 في 3 6 في آي 6 آي، ومربع دائما زائد مربع الآي راح يكون آي تربيع. هسه نحذف الآي تربيع ونغير هاي الإشارة. كذلك هذا الآي تربيع يروح، وهذا قيمته راح يكون سالب 1 لأنه ماكو معامل قبله فيكون سالب 1. 4 ناقص 9 إشارة الأكبر ونطرح 9 يروح 4 5 صارت سالب 5 زائد 12 آي زائد 2. هسه أبقيها 9 يروح 1 بها 8 ناقص 6 آي. هسه أوزع الثنين على هذا القوس. سالب 5 زائد 12 آي زائد 2 في 8 راح تكون 16. 2 في سالب 6 آي سالب 12 آي. وزعتها على القوس ويساوي.
حقيقي مع حقيقي وتخيلي مع تخيلي. سالب 5 زائد 16 إشارة الأكبر موجب، أطرح 16 واخرج منها 5 راح تكون 11. 12 آي ناقص 12 آي ناتجها صفر، فهاي راح تكون زائد صفر آي. وهو قال لي أريد قيمتها، يعني حتى لو ما كتبتنا زائد صفر آي طبيعي هو قيمتها 11، فإحنا نخليها بالصيغة العادية فنكتبها 11 زائد صفر آي، لأن التخيلي راح خلاص. أما إذا كتبتوها كناتج بس 11 مقبول، ما عندنا مشكلة عادي. نروح إلى المجموعة الأخرى من الأسئلة. السؤال اللي إجانا بال 1998 دور أول. طبعا حتى لا تشوفون السنة قديمة يعني كسنة وزارية عدى عليها هواي، بس هم دائما يجيبون من الأسئلة الوزارية، يرجعون بالأرشيف مال الأسئلة الوزارية ويختاروا لكم الأسئلة. هذا الموضوع اللي هو العمليات عليه 10 درجات، نحاول نضمنها، نضبط هذه الأسئلة الوزارية اللي جاية عليه. ضع بالصيغة العادية العدد المركب 1 زائد 3 آي الكل تربيع زائد 3 ناقص 2 آي الكل تربيع. أقواس عليهم تربيع مربع حدانية، أبدا ما عندنا أي مشكلة وحلينا منها كلش هواي. يلا مربع الواحد 1، 2 في الأول في الثاني راح يكون 2 في 1 2 في 3 6 آي زائد دائما مربع الثلاثة 9 والآي حيكون آي تربيع. أنا أتعمد أخليهم داخل أقواس حتى تشوفوهم كأعداد مركبة متكون من جزء حقيقي وجزء تخيلي بيناتهم جمع. هذا هم أفتحه مربع حدانية 3 تربيع 9، 2 في الأول في الثاني يعني 2 في 3 6 في 2 راح تكون 6 في 2 إشارة السؤال سالب 12 آي. مربع الاثنين دائما زائد طبعا، مربع الاثنين 4، مربع الآي آي تربيع. معذرة منكم صوتي خاف تعبان شوية بريء. يساوي الآي تربيع وين ما شفناه الإشارة تتغير تصير سالب، أو إذا هي سالب تصير موجب، المهم يحذف إن قيمته سالب 1 يحذف ونغير الإشارة مع الرقم اللي قبله. 1 ناقص 9 راح يكون سالب 8 زائد 6 آي زائد الوسط ينزل، وهذا أيضا يحذف بغير إن هاي الإشارة راح تكون سالب 4، 9 يروح 4 راح تكون 5 ناقص 12 آي ويساوي سالب 8 زائد 5 إشارات مختلفة، الكبير وأطرح إشارة الكبير سالب 8 واخرج منها 5 راح تكون 3 سالب 3. 6 آي ناقص 12 آي أيضا إشارات مختلفة، إشارة الكبير هي اللي تمشي، 12 واخرج منها 6 راح تكون 6 آي. وهذا القوس ما له داعي لأن هي أصبحت بالصيغة العادية. هو قايل لي بالصيغة العادية خلي لي إياها، فهذا أبسط مقدار للسؤال وصار بالصيغة العادية. السؤال اللي إجا بال 2005 الدور الثاني، إذا كان x يساوي سالب 1 زائد 2 آي جد قيمة x تربيع زائد 3x زائد 5 بالصيغة الديكارتية. هسه هاي الفكرة شوية جديدة، هي مو جديدة، احنا موضحين الصيغة الديكارتية شنو. هسه بعد ما نحل السؤال ونوجده بالصيغة العادية نحوله إلى صيغة الأرجانت أو الصيغة الديكارتية اللي هي قوس زوج مرتب. بس هذا الاختلاف، خافوا تشوفون هيك السؤال لا تخترعون، السؤال بسيط فكرته مشابهة للسؤال اللي حليناه بديك السبورة آخر واحد. هسه هو قايل لي قيمة الإكس سالب 1 زائد 2 راح أعوضها بهاي الحدودية وأحل السؤال، أطلعها بالصيغة العادية وبعدين أحولها للصيغة الديكارتية ويساوي الإكس هي سالب 1 زائد 2 آي، بس هاي عليها تربيع أنزل عليها تربيع، تعوض قيمة إكس بالحدودية، 3 تنزل، أشيل الإكس وأخلي بمكانها سالب 1 زائد 2 آي زائد 5. هسه القوس اللي عليه تربيع أفتحها مربع حدانية وهاي 3 أوزعها ولا تنسون 5 تنزل وياكم للأخير. طيب سالب 1 تربيع راح يكون موجب 1. إشارة السؤال هنا دير بالكم مو موجب لا، لأن هذا بسالب بالبداية، فضربوها سالب 1 في موجب 2 سالب. مربع الاثنين لا عفوا
هنا 2 في الأول في الثاني، 2 في 1 2 في 2 راح تكون 4 آي. حد الوسط من أيضا للتأكد مربع السالب 1 1 السالب في موجب سالب، وأما 2 في الأول في الثاني 2 في 2 4 آي، ودائما موجب مربع الاثنين 4 والآي راح يكون عليه تربيع. زين هسه نجي نوزع هاي الثلاثة على القوس. 3 في سالب 1 طبعا الإشارة هاي موجبة ما راح أغيرها، راح أوزع جوا القوس. 3 في سالب 1 سالب 3، 3 في موجب 2 آي، 3 في 2 6 والآي ينزل والزائد 5 أنزله. وانتهي الآي تربيع. تعال روح ونطينا القيمة مالتك اللي هي سالب 1، يعني راح نتغير لنا الإشارة هاي مال الرقم. نرجع نبسطه. 1 ناقص 4 إشارة الأكبر نطرح سالب 3 ناقص 4 آي، هذا صار عدد حقيقي الأربعة، فواحد ناقص 4 سالب 3 زائد سالب 3 زائد 6 آي زائد 5 نزلوا مثل ما هم. نجمع أول حدين، سالب 3 وسالب 3 راح تكون سالب 6، سالب 4 آي زائد 6 آي إشارة الأكبر نطرح، الأكبر موجب نطرح 6 من 4 راح تكون 2 آي، والزائد 5 ما أنساها بالأخير. هسه سالب 6 زائد 5 الأكبر منه؟ الأكبر 6، هذول أعداد حقيقية، فسالب 1 بيناتهم راح يصير، والزائد 2 آي أنزلها للأخير. انتهى السؤال؟ لا ما انتهى. ليش؟ لأن ما قال لي ضع بالصيغة العادية أوجد قيمة المقدار بالصيغة العادية، لا قال لي سوي لي إياها بالصيغة الديكارتية. هذه صيغة عادية متكونة من جزء حقيقي وجزء تخيلي، احنا نريد الديكارتية. ديكارتية بس راح نحولها مثل ما أخذناها سابقا إلى زوج مرتب، ويساوي قوس الحقيقي سالب 1 بارزة والتخيلي موجب 2 بدون الآي. ديكارتية لا تكتب مع الآي، فقط ناخذ المعامل مالته. خلاص هذا هو سؤال اللي جاي بال 2005 الدور الثاني. 2012 دور ثاني قال لي ضع بالصيغة العادية العدد المركب 1 زائد آي أس 5 ناقص 1 ناقص آي أس 5. السؤال بسيط مو صعب، مجرد ما الأس الفردي راح نجزأ مثل ما تعلمنا إلى أس زوجي بصفة أس 1. هسه هو الخمسة كعدد جايني من 4 بواحد، فنجي نوزع القوس مثل ما متعلمين سابقا، واحنا راح نعيدها بعد مرة. ويساوي الأس الفردي دائما يجزأ 1 زائد آي في 1 زائد آي، هذا المقدار. هنا نخلي 4 وهنا نخلي 1. عند الضرب تجمع الأسس يرجع لي 5، بس هذا الواحد ما يكتب بس للتوضيح. ناقص ينزل، نفس الشيء راح نعيده هنا. 1 ناقص آي في 1 ناقص آي، الأس هذا 4 وهذا 1. زين الأس الأربعة شو نسوي له؟ نجزء، نسوي عند الرفع تضرب الأسس، يعني عكس الخاصية هاي مثل ما تعلمنا بالدرس السابق. قوسين واحد ببطن الثاني، هنا نخلي تربيع وهنا نخلي تربيع. 1 زائد آي، هذا سويناه بهاي الصورة، وهذا ما انساه بصفة. يعني اتعامل وياها معاملة انه خصائص أسس، بس اجيها بالاتجاه الثاني ناقص. نفس الشيء راح نعيده هنا، قوس كبير عليه تربيع، قوس صغير عليه تربيع. واحد ناقص آي كل تربيع وفوقها تربيع، هذا القوس صار بهاي الصورة، وذاك المسكين ينزل لا تنسوه. هذا 1 زائد آي قوس مشهور نعرفه قيمته 2 آي، مو ما يحتاج نحله، بس لا ننسى التربيع الفوق في 1 زائد آي ناقص. كذلك هذا طبعا هذا التربيع الفوق 1 ناقص آي الكل تربيع هم قوس مشهور قيمته سالب 2 آي في 1 ناقص آي. هاي نربعها، التربيع يجي على عدد
ويجي على الاي راح تكون 4 اي تربيع في 1 زائد اي. هاي هم نربعها، -2 تربيع 4 سالب يروح بالتربيع راح يجيها يغيرها، والاي راح يكون اي تربيع في 1 ناقص اي. الاي تربيع قيمته -1 فيحذف ويغير لنا الاشاره مال هذا. شي يصير -4 في 1 زائد اي. هذا كذلك طبعا هاي السالب تنزل، الأربعة راح تكون -4. ليش؟ لأن هذا راح يحذف ويغير لنا إشارته في 1 ناقص اي. طبعا جاي نحل بالتفصيل الممل حتى الكل يفهم، انتوا تقدرون تختصرون خطوات بالحل مالتكم. هسه نوزع -4 -4 في 1 راح تكون -4 -4 في اي -4 اي. وزعناها على القوس، ناقص ينزل هذا الوسطي. هم وزعها -4 في 1 راح يكون -4 سالب في سالب موجب 4 في اي 4 اي. نوزع السالب الوسطي على ذاك ونغيره إلى موجب، -4 ناقص 4 اي هاي يصير موجب، ونوزعها سالب في سالب موجب سالب في موجب سالب 4 اي. هسه حقيقي مع حقيقي وتخيلي مع تخيلي. -4 موجب 4 صفر، -4 اي بسالب 4 اي راح تكون -8 اي. هو قال لي ضعها بالصيغة العادية، نعم، فأجي هذا جزء حقيقي لا عفوا جزء تخيلي فقط، فأضيف له من يمي صفر حتى يكون بالصيغة العادية. وهذا هو آخر شيء أقدر أسويه للسؤال تحت. نروح للمجموعة اللي وراه. السؤال اجانا بال2002. الدور الأول يقول ضع ما يأتي بالصيغة العادية ثم جد النظير الضربي. يعني الأفكار متنوعة ما تجي كنمط واحد. النظير الضربي تعرفون هو نفس المقدار بس أقلبه، يعني مقلوبة. احنا راح نبسط السؤال، نبسط المقدار، بعد ما نبسطه ونخليه بالصيغة العادية ناخذ له النظير الضربي مالته اللي هو مقلوبة. ويساوي هذا توزيع فقط ما بيه، يعني 3 في -2 راح يكون -6. 3 في اي راح يكون 3 اي. اجي اوزع الدور 2 اي. 2 اي في -2 -4 اي. موجب في موجب موجب، اشارات ما ضربتها عادي، يعني تعرفون انتم موجب في موجب موجب وموجب في سالب سالب، هاي صارت سالب. 2 في اي 2 اي في اي راح تكون 2 اي تربيع، والاي تربيع يحذف ويغير لنا هاي الاشاره يسويها سالب. -6 بسالب 2 راح يكون -8. -3 اي بسالب 4 اي، لا عفوا قالوا الاشاراتهم مختلفة، الكبير سالب 4 يروح 3 1 اي يعني بس اي. هسه هذا المقدار بالصيغة العادية، نص السؤال خلاص. النص الثاني شنو قال؟ قال خلي لي نظير ضربي له، اوجد لي نظير ضربي له. يعني اذا اريد نسميه العدد او تقدرون ما تسموه مباشرة بس تقلبوه. شنو مقامه؟ هو مقامه 1 فراح يكون 1 على -8 ناقص اي. هذا النظير الضربي مالته. هم لازم نخليه بالصيغة العادية. شلون نخليه بالصيغة العادية هذا؟ إذا عندنا اي بالمقام نضرب في مرافق المقام نفسيته بعكس إشارة الجزء التخيلي، -8 زائد اي كذلك -8 زائد اي. يلا نبسط السؤال. ويساوي 1 في ذاك المقدار نفسه -8 زائد اي. ذولا المقامات عددان مترافقان. إذا عددان مترافقان معناها مربع الأول اللي هو -8 تربيع 64 زائد دائما مربع الثاني، مربع العدد التخيلي، مربع الواحد 1. يعني ناخذ معامل الاي مو ناخذ الاي دائما زائد بدون الاي. ويساوي كمقدار -8 عفوا
-8 زائد I 64 زائد 1 راح يكون 65. بس أوزع المقام بقى وينتهي السؤال. المقام راح ينطي هذا وراح ينطي هذا ويساوي -8 على 65 إشارة موجب بيناتهم، موجب I على 65، وتقدرون تكتبوها 1 على 65 وتشمرون الآي بالأخير. خليت الياء بالصيغة العادية وأوجدت له النظير الضربي، وبعد كملت خليت له النظير الضربي أيضا بالصيغة العادية. 2003 دور أول نفس الفكرة، وهذا بعد أبسط. يقول جد النظير الضربي للعدد 3 زائد 5 ثم ضعه بالصيغة العادية. يعني يريدني النظير الضربي أوجد الهياء بالبداية، بعدين أخلي الهياء بالصيغة العادية. خوش، هو العدد 3 زائد 5 النظير الضربي مالته مقلوبة نفسه، بس أقلبه 3 زائد 5 شلون نخليه بالصيغة العادية؟ هذا مجرد ما نضرب في مرافق المقام حتى نتخلص من الآي اللي بالمقام. حجيبه هنا 1 زائد 3 5 في مرافق المقام 3 ناقص 5 على 3 ناقص 5 البسط بكل سهولة نفسيته. ليش؟ لأن 1 في أي كمية نفسها 3 ناقص 5 والمقام أيضا سهل. ليش سهل؟ لأن عددان مترافقان. مربع الأول 9 دائما زائد مربع الخمسة 25 بدون الآي. 3 ناقص 5 9 زائد 25 راح تكون 34. شو نسوي هسه بالأخير حتى نخليه بالصيغة العادية؟ يلا يا أبطال، مجرد ما نجي نوزع المقام على البسط ويساوي 3 على 34 ناقص 5 على 34 وخلي الآي وراها، وهسه صارت بالصيغة العادية. خلاص السؤال. 2003 خارج القطر. تلاحظون الأفكار مو صعبة، أفكار حلوة، أسئلة سهلة نقدر نجاوبها إن شاء الله ونقدر نضمن درجتها. 2003 اجى خارج القطر يقول إذا كان x يساوي 2i ناقص 1 جد قيمة x تربيع زائد 2x زائد 6. هذا الاكس راح اعوضه بالحدودية حتى اوجد القيمة مالته. بالعكس هذا السؤال اسهل من ذول حتى. يلا راح نعوض بدل كل اكس هنا هاي القيمة. اول شيء هذا الاكس عليه تربيع فاخليه تربيع واجي اعوض بمكانه 2i ناقص 1 زائد 2 تنزل واجي اعوض مكان الاكس قيمته اللي هي 2i ناقص 1 والزائد 6 هاي تنزل بالاخير ما لها علاقة ويساوي. هذا قوس عليه تربيع راح يكون مربع حدانية. مربع الاثنين راح يكون 4 والآي راح يكون آي تربيع. إشارة السؤال سالب. 2 في الأول في الثاني 2 في آي 2 آي العفو 4 آي في 1 راح يكون 4 آي ومربع الواحد هو 1. زين، اجينا لهذا المقدار راح نوزع الاثنين عليه راح يكون 2 في 2 آي طبعا الإشارة موجب بالنص ما لها علاقة بها راح تكون 4 آي 2 في سالب 1 سالب 2 والزائد 6 تنزل. هسه هذا 4 آي تربيع الآي تربيع يحذف ويغير لنا الإشارة هاي نسويها سالب راح تكون هنا سالب 4 تمام ناقص 4 آي زائد 1 4 آي ناقص 2 زائد 6 سالب 4 زائد 1 راح تكون إشارة الأكبر نطرح سالب 3 ناقص 4 آي وهذا هسه ينزل هذا كذلك ينزل. سالب 3 حقيقي وسالب 2 حقيقي سالب 5 سالب 4 آي بموجب 4 آي 0 ويروحن يبقى عندي بس الزائد 6 يعني هذا القوس ما له داعي بعد. إذن الناتج راح يكون موجب 1. هو قال لي ضع بالصيغة العادية لا
قال لي جت قيمة فقط، يعني يريد الناتج بس. إذا قال وياها خليه بالصيغة العادية أضيف له 0 آي. جيت عوضت بالحدودية، فتحت القوس مربع حدانية، وزعت 2 على القوس، رتبت السؤال، حذفت الآي تربيع، غيرت الإشارة، وجمعت الدور حقيقي مع حقيقي وتخيلي مع تخيلي، صارت عندنا بهذه الصورة اللي هو ناتجها موجب 1. آخر مجموعة من الأسئلة، وهذين سؤالين الأخيريات تعتبر أسئلة إثرائية، يعني مو كوزاري كفكرة وزارية ممكن تجينا، لا ممكن تجينا بالمدارس. بس هذا السؤال إذا تذكرون حليناه، بس ما حليناه من قال لي جد قيمة أو ضع المقدار بالصيغة العادية، انطاني إثبات إله، انطاني الناتج مالته بالأخير. هنا أنا ما نعرف الناتج احنا هسه، راح نحل وش يطلع لنا ما ندري، يعني السؤال بدون طرف ثاني مثل ذيك محاضرة الإثباتات اللي قلنا عليها محاضرة مهمة أيضا. بس كفكرة حلوة مو صعبة، راح نرجع نعيدها من جديد، بس انه الفرق الناتج ما موجود. احنا ذاك الدرس من حلينا الاثبات هذا هم حلينا الطرف الايسر، يعني هم كذلك اخذنا هذا المقدار حليناه وصلنا للناتج. هسه ما اريد اقول الناتج لانه نريد نحله للسؤال. 1 ناقص آي الكل أس 13 على 64. هذا الأس فردي مثل ما سوينا قبل شوي، راح نجزئه إلى قوسين، قوس أس 12 قوس أس 1. ليش 12؟ لأن 13 جاية من 12 زائد 1، عند الضرب تجمع الأسس، إذا أجمع ذولا الأقواس الأس مالتهم راح يرجع لي 13، فتجزئة بالبداية للأسس. ال 12 راح تكون نرتب السؤال، جاية من قيمتين اللي هن التربيع يعني 2 و6 والقوس نفسه. شو سوينا هنا؟ استخدمنا خاصية الرفع للأسس، العملية العكسية مالتها. عند الرفع تضرب الأسس 2 في 6 يرجع ل 12. انتبهوا نفس القوس ما يختلف. على اليمن على 64 ويساوي هذا الواحد ناقص آي الكل تربيع، قوس مشهور نعرفه، قيمته شقد؟ قيمته سالب 2 آي، والستة أنزلها في 1 ناقص آي على اليمن على 64. أجي أوزع الدور 6 على هذا المقدار، ويساوي سالب 2 أس 6، خلي أكتبها ما يخالف، وآي أس 6 في 1 ناقص آي. شوف هذا نزل للأخير على 64. السالب 2 أس 6 معناها السالب 2 مضروبة بنفسها 6 مرات، إذن الناتج الأخير إلها راح يكون موجب 64. وإذا نريد نتحقق هاي قدام، سالب 2 في سالب 2 هاي صار لنا 4، هاي 6، هاي ناتجها موجب 4، هاي ناتجها موجب 4، لأن سالب في سالب موجب، هاي هم 4 في 4 16 في 4 64. إذن سالب 2 أس 6 هي 64، والآي أس 6 نقسم الأس مالته على 4، كلها جاية أعيدها لكم. 6 على 4 بها 1 في 4 نطرح الباقي 2، فراح يكون هذا قيمته آي تربيع في 1 ناقص آي على 64. انتهي ال 64 وين 64 يروح، والآي تربيع قيمته سالب 1، كل احنا نعرفها، في 1 ناقص آي. نوزعها بالأخير، سالب 1 في موجب 1 سالب 1، سالب في سالب موجب، 1 في آي راح يكون آي. هذا هو المقدار اللي هو انطاني اياه بالسؤال، خليت لي اياه بالصيغة العادية اللي أمامكم. زين، نجي للأسئلة الإثرائية اللي اتفقنا أنه كأسئلة وزارية ما ممكن، أو مو ما ممكن، لكن نسبتها قليلة جدا بالامتحان الوزاري. والله هذا السؤال ما يصنف كسؤال إثرائي، أنا أشوفه يعني سؤال زين مو صعب كفكرة. الأس 15 أقسمه على 4 وأقلله وخلاص انتهى السؤال، صارت مربع حدانية. يلا
3 زائد 2 ينزل. الاي راح اقلل الأس مالته، اجيب ال 15 على اليمين اقسمها على 4. مو هيك متفقين؟ هيك تعلمنا انه شلون نقلل الأسس بهاي الطريقة. 15 كم 4 راح يكون بيها 3 في 4 حيكون 12. اطرح الباقي 3. يعني هذا اي تكعيب، هذا اي تكعيب. زين، خلينا نختصر خطوة بعد. الاي تكعيب متفقين ايش قد قيمته؟ قيمته سالب اي، فاجي امسح هذا وكتبه مباشرة سالب اي، وما انسى التربيع الفوق زائد 1 ناقص 3 ينزل. الاي راح انزلها، هذا هم 15 قيمته اي تكعيب، واتفقنا الاي تكعيب اكتبها مباشرة كناتج اللي هو سالب اي. تقدرون انتو تكتبوها بعدين تعوضوها سالب اي بالخطوة اللي وراها، بس نختصر وقت نختصر خطوات. ويساوي 3 ينزل موجب في سالب 2 اي كل تربيع زائد 1 ينزل سالب في سالب موجب 3 في اي 3 اي الكل تربيع. اعيد، ما اتمنى تشتتون. الاي اس 15 قسمناها على 4 صارت اي تكعيب، اخذنا الباقي طبعا صارت اي تكعيب، والاي تكعيب حافظين قيمتها، اجينا عوضناها مباشرة سالب اي، وضربنا العدد الرقم اللي قبلها وصارت بهاي الصورة. نفس الشيء هنا. هسه قوس عليه تربيع. يلا مربع حدانية. 3 تربيع 9. شرط السؤال سالب. 2 في الأول في الثاني 2 في 3 6 في 2 12 اي زائد دائما مربع الاثنين 4 والاي اي تربيع زائد ينزل مربع الواحد 1. إشارة السؤال موجب. 2 في الأول في الثاني 2 في 1 2 في 3 اي 6 اي زائد دائما مربع الثلاثة 9 والاي راح يكون اي تربيع. انتهى الاي تربيع. تعال روح وغير لنا هاي الإشارة، كذلك هذا يحذف ويغير الإشارة. ويساوي 9 يروح 4 5 صار عدد حقيقي ناقص 12 اي زائد ينزل 1 ناقص 9. ترى هذه 9 مو 4 اسمها واضحة. عفوا 1 ناقص 9 سالب 8 زائد 6 اي. هسه خلصت حقيقي ويا حقيقي تخيلي ويا تخيلي. 5 ناقص 8 إشارة الأكبر نطرح راح تكون سالب 3 سالب 12 اي زائد 6 اي إشارة الأكبر نطرح راح تكون سالب 6 اي، وهاي هي القيمة النهائية للسؤال. يعني ما أعتقد هذا السؤال يصنف كإتراي، بس يعرف الطالب شلون يقلل الأسس يبقى مربع الحداني هو اللي يشتغل. أما هذا السؤال لا والله هذا إثرائي بامتياز. شو يقول؟ يقول جد ناتج. طبعا هذا ما يجي بالامتحان الوزاري، يجيبوه بالمدارس ممكن كامتحان شهري امتحان نصف سنة. يقول جد ناتج 2 ناقص 3 اي الكل أس 15 على 3 زائد 2 اي الأس 14. طبعا مو شرط يجينا 15 ب 14، يعني المهم انه رقمين متتاليين، واحد فردي وواحد زوجي. حتى اعطيكم اياها الاخير، ممكن يكتب لكم اياها 2026 على 2025 ما عندنا مشكلة. اكو بعض المدرسين هيك يسوون. طيب الأس الفردي يجزأ مثل ما متعلمين 2 ناقص 3 اي 2 ناقص 3 اي. هذا نخليه 14 هذا نخليه 1. مو عند ضرب تجمع الأسس 14 و1 تصير 15. هذا ينزل. هسه لو اجي اباوع الاقواس مختلفة، واحنا خمان كيف شفناه هنا 14 اثنيناتن اجي اختصره. لا هذا 2 ناقص 3 هذا 3 زائد 2 اذا مختلفين ما اقدر اختصر. زين شلون احل استاذ؟ اكو خاصية انه نقدر نوزع الأس على البسط والمقام. زين هو اصلا موزع لي اياه هسه، تلاحظون هذا الأس 14 وهذا الأس 14، فاجي اسحبه لبرا يعني اسحبه على كل الكسر. هذا انقلت شوية بدنا نطلع لبرا،
راح نكتبه هنا طرده. هذا هو دائما هذا اللي أسه واحد مسكين. ايش راح نسوي هسه؟ راح نرفع الأس لفوق، هم اثنيناتهم 14 فنجي نصعده فوق ونكتب المقادير مالتنا 2 ناقص 3 اي على 3 زائد 2 اي. صح هي شوية فكرتها مو سهلة بس ما أعتقد صعبة كلش. شنو سوينا؟ هذول اثنيناتهم الأقواس أسهم 14، فمن خصائص الأسس أنا أقدر أوزع الأس على البسط والمقام. هو موزع لي أصلا، لو تلاحظون اثنيناتهم أس 14 فهو موزع على أقواس على البسط وعلى المقام، فأجي أسحبه لبرا، أطلع لبرا على كل الكسر، وهذا نطرده لبرا لهناك ندني شوية. طيب هذا بي آي بالمقام شلون أتخلص منه؟ اي عافية في مرافق المقام. تقول أستاذ شلون سمعت؟ أنتم أبطال راح تفكرون بها مباشرة. في 2 ناقص 3 اي على 3 زائد 2 اي. المقام هو 3 ناقص 2 اي، المرافق مالته 3 ناقص 2 اي، وما انسى هاي تنزل ويانا للأخير. يلا المقامات عددان مترافقان. مربع الأول 9، مربع الثاني دائما زائد 4. دولة توزيع لا تدوخون بيهم. 2 في 3 6، 2 في سالب 2 اي سالب 4 اي، سالب 3 اي في 3 راح تكون سالب 9 اي، سالب في سالب موجب، و3 في 2 6، واي في اي تربيع. على كيفكم بعملية الضرب، لا تستعجلون بها لأنه إشارة ممكن تخطئنا. وما أنسى الأس 14 ينزل في 2 ناقص 3 اي ويساوي 9 زائد 4 بس أجمعها راح تكون 13. تمام. 6 هذا اي تربيع، تعال الاي تربيع روح وغير لنا هاي الإشارة. 6 ناقص 6 فهذا ويا هذا كله يروح، يبقى سالب 4 اي ناقص 9 اي، إشارات مشابهة أجمعهم راح تكون سالب 3 اي. وما أنسى الأس 14 وهذا القوس ينزل. سالب 13 على موجب 13 راح يكون سالب اي. شوف السؤال ايش قد صار سهل. والأس مالته 14 في 2 ناقص 3 عفوا اي سالب اي أس 14. هسه هو الأساس سالب بس الأس زوجي يعني راح يلغيها، فراح تكون أو عادي تقسموها مباشر أفضل حتى ما تدوخون بيها. 14 على 4، 14 على 4 بيها 3، 3 في 4 12، الباقي 2. فآي تربيع وقبل سالب راح يكون سالب آي تربيع، أو هو أصلا راح يدخل عليها يغيرها يسويها موجبة مباشرة، فهذا قيمته آي تربيع في 2 ناقص 3 آي. الآي تربيع قيمته سالب 1، آي تربيع قيمته سالب 1، فسالب 1 في 2 ناقص 3 آي. أجي أوزعها بالأخير، سالب في 2 سالب 2، سالب في سالب موجب 3 آي، وهذا الناتج النهائي مالته. انتهى. وبنهاية هذا السؤال خلصنا هذه المحاضرة. هذه المحاضرة مثل ما اتفقنا وحكينا ببدايتها إنها محاضرة مهمة. تعودنا على نمط مختلف، أسئلة جاية بالوزاري وممكن تجينا بالسنوات الجاية إن شاء الله. موضوع العمليات انتهى، ما خلينا شغلة ما شرحناها. أريدكم ترتاحون تطمئنون أنه كل اللي حكينا عليه بالعمليات سواء من جمع من طرح من ضرب من قسمة من نظير ضربي من مرافق العدد كلها اشتغلناها. محاضرتنا الجاية راح تحكي عن شيء اسمه التحليل إلى عاملين، يعني شيء مختلف عن هذا اللي درسناه. هو ما يعتبر كشيء أساسي لكن يفيدنا بالمحاضرات الجاية إن شاء الله. بنهاية المحاضرة أتمنى لكم التوفيق وأشوفكم إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. في أمان الله.